تعالوا النهاردة نعمل رز الصيادية بتاع المطاعم. طعمه تحفة بمكونات بسيطة جدا وبمقادير بسيطة، هنعمله في البيت وهيطلع أحلى من الجاهز بكتير قوي. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة كده هجيب 3 معالق كبيرة من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من السمنة، وهنزل بيهم كده ب2 بصلة متوسطة مفرومة. هقلب البصل في الزيت كويس جدا كده لحد ما لونه يبقى ذهبي. اول ما يبقى لونه ذهبي هنضيف معلقة كبيرة من السكر. السكر ده هيخلي البصل يتكرمل ويبقى لونه بني، وهيدينا الدرجة البني بتاعة الرز بتاع المطاعم. هنفضل نقلب كده في البصل، وبعد كده هيبقى باللون ده زي ما انتوا شايفين كده. هكون محضرة بقى مية بتغلي، وبعد ما يبقى البصل لونه محمر كده هضيف بقى المية. انا ضفت هنا حوالي 3 كوبايات من المية. طبعا احنا بنحتاج مية تاني، بس الاول بنحط الرز، ولو احتاجنا مية تاني او شرب تاني بنضيف مية تاني على الرز. هضيف بقى الملح. احنا هنظبط بقى الملح بتاعنا، ممكن معلقة صغيرة او اكتر زي ما انتوا عايزين. وبعدين معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هي دي كل المقادير وكل البهارات اللي احنا هنحطها. مش هنحط بقى بهارات ولا اي حاجة تاني، وهيطلع طعمه خطير. هكون غاسلة بقى كيلو من الرز البلدي، غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وهضيفه هنا. برضو احنا هنحتاج شوية من المية تاني. واحنا بس اهم حاجة ان احنا نضيف نخلي الارتفاع الرز حوالي نص سنتي مية على الرز، ما نزودش عن كده عشان ما يتهريش مني. هنقلبه بقى كده على النار، وبعد كده هنغطي بقى النار ونهدي عليه بعد ما الشوربة تتشرب خالص. هنغطيه ونهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي تماما. بس كده. عايزة اقول لكم ان ريحته جميلة جدا جدا. غطيته كده كده خلاص استوى معايا. كنت بقى عامله سمك سنجاري، ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعه باذن الله بعد فيديو الرز. وحطينا جنبه بقى الرز البني. انا عايزه اقول لكم ان هو الدرجه بتاعته كمان بني خالص، عشان الكاميرا التصوير هي اللي عامله الدرجه فاتحه كده، لكن هو لونه اغمق من كده بكتير. عايزه اقول لكم ان طعمه بجد خطير، واحلى من رز المطاعم بكتير قوي قوي. جربوه هيعجبكم جدا جدا. يا ريت بقى لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير، وكمان تشتركوا في قناتنا.